هاد القصص اللي كنحكي لكم اقتبسها من الواقع، كنغير الاسماء وكنغير الاماكن. الا جات شي حاجه متشابهه فهي غير صدفه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، تبخلوش علينا باللايك، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وتشجعوا القناه في هذا المحتوى، وشكرا مسبقا. في المحطة ديال ولاد زيان مع 4 د العشية دخل الكار من مراكش، نزل منه واحد الشاب في عمرو 25 عام، باين عليه ما عمرو جا لكازا. هاز الصاك تكون فيه واحد 60,000 ريال. بكثرة التلفة ديالو والخلعة خرج من المحطة، لقى الطاكسي خاصها بلاصة بلا ما يسول على الوجهة، ركب وبقى ساكت. ديما راه الطاكسي بان ليه كيخرج على المدينة. زاد في الخلعة وقال في نفسو بلا ما نسول فين ما وصلات ونزل، بقى غير ساكت. كان جالس حداه واحد الراجل شافو متوتر بزاف، سولو قال ليه مالك ولدي، واش معطل على شي حاجه؟ الشاب حس بداك الراجل يقدر يعاونو، قال ليه انا جيت من الصويره لكازا باش نخدم وما عرفتش فين غادي نمشي. واخا كان تيهضر بشويه طاكسي كتجمع الهضره، كلشي سمعو وبقى فيهم. قال ليه مول الطاكسي فاش نوصلو تسناني نجمع البلايص ونردك لكازا. داك الراجل عاود سولو واش كتعرف شي واحد عند من غادي تمشي؟ قال ليه لا، عندي غير الله. وصلوا للمحمديه هبطوا، قال ليه مول الطاكسي تسناني غير نجمع البلايص ونردك. نطق داك الراجل قال ليه غادي نديه معايا. لحسن الحظ ديالو كان داك الراجل عنده طونوبيل، داك النهار خلاها للميكانيك، داكشي اللي خلاه يجي في الطاكسي. ساكن في كازا، عنده 2 قهاوي في المحمديه، تيجي غير من السيمانه للسيمانه باش يتحاسب مع اللي مقابل ليه القهاوي. مشى معاه، وصلوا للقهوه جابوا ليه واحد العصير. السي ابراهيم مشى كيتحاسب مع الجيرو ديالو. حمزه كيشرب العصير وكيخمم كيفاش يجاوب ابراهيم، واش يعاود ليه الحقيقه او لا يكذب عليه. بقى حاير. فاش سالا جا جلس حداه، قال ليه ابراهيم سميتك؟ قال ليه حمزه. كيفاش حتى جيتي لهنا؟ قال ليه كاين انا وامي في العروبيه ديال الصويره، الوالده كبيره والخدمه قليله، وجيت لكازا نخدم باش نعاونها. السي ابراهيم ما مساليش باش يتعمق معاه، قال ليه الا بغيتي تخدم هنا في القهوه وتبقى تبات فيها حتى تدبر على فين تسكن. الناس د التصويره كنعرف عليهم الله يعمرها دار، حيت كاينه اختي في مراكش مزوجه واحد السيد اصله من الصويره. السي ابراهيم ما فراسوش باللي حمزه عنده قصه، الشيء اللي خلاه يجي لتما. حمزه اسيادنا قبل ما يجي لكازا كان في الدوار مع مو. خوه الكبير كاين في الخارج، عندهم واحد الطرف د البلاد عايشين فيه. كان جارهم الحاج لاباس عليه، عنده ولد واحد مسميه رضوان، باسل وبزناز في الدوار. الحاج شاد السراح من وارزازات هو ومرتو، عندهم بنت سميتها حسنة، عندها 18 عام، ودري صغير في عمرو 6 سنين. عاطيهم الحاج السكنة حدا الكوري. هذيك البنت كان مغروم بها حمزة. كل عشية فاش كيمشي يشرب البقيرات في العين، هي كتمشي تسقي، كيعاونها وكيتبادلوا الشوفات والابتسامة الخفيفة، وكيمشي فرحان للدار. دازت الايام ولا حمزة كيفكر يتزوج بحسنة. قالها لمو، مو قالتها لموين البنت. دارت الهضرة، وباها كان قال ليه الحاج بنتك غادي نزوجها لولدي. الراجل واخا في الخاطر ديالو ما بغاش، ما قدرش يرفض، قال ليه مرحبا غير تكبر شويه. دارت الهضره وصلات حمزه اللي كان الحلم الوحيد ديالو هو يتزوج بحسنه، بقى هاز في خاطرو الغبينه من جهه ولد الحاج. واحد النهار كان السوق الاسبوعي، ولد الحاج كيجلس في الجنان ديالهم وكيتحشش تما. كانت حسنه سارحه بلاصه باه مشى للسوق. ولد الحاج شافها ناض من الجنان، بقى غادي عندها. حمزه سارح البقيرات وكيشوف داك الديكور. ولد الحاج وصل عند حسنه، قالت ليه لاش جاي عندي؟ اش بغيتي؟ ما تسرطاتش ليه. بغا يصرفقها وبقاو كيتغاوتو تما. حمزه بلا ما يشعر كان كيهز معاه واحد المويس، مشى كيجري وضربو بداك الموس 2 ضربات من الظهر. ولد الحاج طاح على وجهه، بقى الدم كيشرشر. حسنه كتغوت واقتلتيه واقتلتيه. حمزه شدها جريه وحده للدار، هز الصاك وهز شي فلوس مخبعاهم مو. مشى للطريق، دار الطوستوب، ركب مع واحد مول الكاميو. وصلوا لمراكش، مشى للمحطة، شد الكار لكازا. هو خايف بزاف، تيفكر الا رجع غادي يبقى في الحبس حتى يموت، او لا يقتلو الحاج. هادشي كامل ما عاودوش للسي ابراهيم. بقى في ديك القهوة خدام وتيبات تما شي يامات حتى دبر على السكنة. ولات علاقته مع السي ابراهيم حيت كيخدم مزيان ومعقول،
دازت شي عام توحش مو، ولكن تيفكر داكشي اللي داز كيبرك على قلبو وكيحاول يعيش حياة جديدة بلا ماضي. ولا السي ابراهيم كيتيق فيه بزاف. داك الجيرو ديال القهوة سافر كونجي ولا شاد بلاصتو. لقاه ابراهيم ناضي في الخدمة ديالو والمعقول. فاش رجع الجيرو قال ليه تخدم معايا شيفور وتعاونني، عنده شي بارتمات في كازا تيكريهم اوطيل كبير. نطق حمزة قال ليه ما عنديش البيرمي. دار ليه البيرمي. داك الوقت البيرمي ساهل، ممكن نشدو في 4 ايام. السي ابراهيم قال ليه غادي نعطيك واحد 10 ايام سير شوف امك ورجع. حمزة ما بغاش يقول ليه لا، مشى للمحمدية فين كان معارف مع الدراري، بقى جالس تما حتى دازت 10 ايام ورجع. بقى خدام شي عام ونص شيفور وكيعاونو في الخدمة، حتى ولا ابراهيم كيعتمد عليه بزاف. واحد النهار رجع العشية من الخدمة، عيط ليه ابراهيم قال ليه غدا مع الفجر غادي تدينا لمراكش، اختي اللي ساكنه تما زوجات بنتها، خاصنا نحضروا للعرس، وإلا بغيتي تمشي حتى انت تشوف امك. واحد اليومين ونرجعوا. ديك الليله ما نعسش، فرحان باللي غادي يشم ريحه بلادو وداك الماضي المؤلم كيحرقو في قلبه. الصباح مع الفجر ناضوا جمعوا الحوايج وشدوا الطريق كاملها بقى غير ساهي. وصلوا لمراكش، دخلوا للفيلا ديال اخت ابراهيم، نزلوا الحوايج. بقى هو في الطوموبيل. قال ليه ابراهيم نزل تفطر، ولا بغيتي تمشي تشوف امك سير. قال ليه لا، غنجلس نرتاح شويه غير في الطوموبيل عاد نمشي. قال ليه ابراهيم اللي بغيتي. دخلوا حطوا الفطور. قالوا للخدامه عافاك بنتي راه الشيفور في الطوموبيل برا، دي ليه عافاك شي فطور. بالفعل دارت ليه الفطور في البلاطو وداتو ليه للطوموبيل. وقفات عليه في الطوموبيل، دقات عليه الزاج، وهنا الصدمه الكبيره. نكملوا بعد الفاصل. إلا وصلتي معايا هنا نتمنى تورك على هاد الجرس وعلى هاد الجيم، ما غتخسر والو، بالعكس غادي تشجع القناة. حمزة ما فهم والو، بقى غير كيشوف الدمعة هابطة من عينيه. داك الماضي منين هرب لقاه قدامه. ديك الخدامة هي حسنة، هي صدمات وبقات كتبكي. شرب كاس د الماء واسترجع الانفاس. عاد قال لها اش كديري هنا؟ قالت ليه انت اللي فين مشيتي، امك عيات ما تقلب عليه، بغات تحماق. فاش ضربتي رضوان داوها للسبيطار وداوني الجدارمية. قلت ليهم بغا يتعدى عليا وجيتي تدافع عليا، وجات امك كتحزر الحاج وما دارش بيك الشكاية. ملي خرج من السبيطار كان تيبيع الحشيش وتشد ب5 سنين. فاش جا خو الحاج من مراكش خاصو شي خدامة وجيت نخدم معاهم هنا. حمزة بحال إلا خويتي عليه السطل ديال الماء بارد، ورجعات فيها الروح، ورجعات ليه الابتسامة، وهي رجعات للكوزينة. ديمارا وشد الطريق عند مو، عنقاتو بحر الفراق، وعاود ليها اللي كاين، وخطب حسنة وسال العرس كيف ما سالت القصة ديالنا. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. دمتم في رعاية الله. إلى القصة القادمة.